شبكة الصراط المستقيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من الدروس العلمية التي تنشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أخذنا في الدرس الماضي القاعدة الأولى التي ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وتكلمنا قبل ذكر هذه القاعدة عن إشكال يرد عند بعض الناس في أهمية التوحيد مع الجواب عليه. وذكرت لكم أن المراد بقاعدة المؤلف رحمه الله تعالى، المراد بالقاعدة الأولى هو بيان أن المشركين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، لأنهم أشركوا مع الله عز وجل غيره في العبادة، فعبدوا الله وعبدوا معه غيره. ومر معنا أن هذا فيه فائدة عظيمة، وهو أن إقرار الإنسان بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق لا يكفي، بل لا بد أن يعبد الله وحده لا شريك له. وكذلك أخذنا أن من فسر لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله فقد جانب الصواب، لأنه لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لما رفض كفار قريش قولها، لأنهم يقرون بهذا الأمر. وقد دلت الأدلة على أن معنى هذه الكلمة أي لا معبود بحق إلا الله، ولا يستحق العبادة إلا الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد بيان القاعدة الأولى، قال رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. هنا قد يقول قائل: بما أن كفار قريش كانوا يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق، إذن لماذا عبدوا غير الله؟ بما أنهم يقرون أن الله هو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت، ويعلمون أن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، إذن لماذا عبدوا غير الله؟ جاء المؤلف رحمه الله تعالى بهذه القاعدة الثانية ليبين لماذا عبدوا غير الله. فقال رحمه الله أنهم يقولون أي كفار قريش ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فالمراد من هذه القاعدة بيان أن حجة كفار قريش والمشركين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يجعلون عبادتهم لغير الله هي أنهم يقولون إننا لم نفعل ذلك إلا ليشفعوا لنا، لتشفع هذه الآلهة لنا عند الله ويتوسطوا لنا عند الله، فهم يريدون ما عند الله، ويقولون بأن الآلهة شفعاء ووسطاء فقط يشفعون لنا عند الله. ولكن بين الله عز وجل أن هذه حجة باطلة وداحضة، وبين أن هذا من الشرك الأكبر الذي أخرجهم من الملة وكان سببا في خلودهم في نار جهنم. فخلاصة هذه القاعدة أن الاعتذار
حين الوقوع في الشرك بطلب القربة والشفاعة من المعبودات لا ينفع صاحبه ولا يمنع من وصف فاعله بالشرك الأكبر، لأن هذا هو فعل كفار قريش وهذه هي حجتهم، فلو كانوا على صواب لما كفرهم الله عز وجل. وهذا في الحقيقة يريد به المؤلف رحمه الله تعالى الرد على المشركين الذين كانوا في زمانه وبعد زمانه. فإن ممن ينتسب إلى الإسلام من مثلا يستغيث بالأموات من الأنبياء والأولياء، يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، أو يستغيث بالحسين أو الحسن أو غيرهم من الأنبياء والأولياء. ومنهم من يذبح للقبور، ومنهم من ينذر للقبور. فإذا قيل له إن هذه عبادة وأنت بهذا الفعل عبدت غير الله وأشركت مع الله عز وجل، فيقول أنا لا أريد من النبي أو الولي أو صاحب القبر إلا أن يشفع لي عند الله، لا أريد منه نفعا ولا ضرا. فهنا يقال له هذه الحجة التي تحتج بها هي نفس حجة كفار قريش التي كانوا يحتجون بها، والتي بين الله عز وجل أنها باطلة، واعتبرهم الله عز وجل كفارا ومشركين، فهي نفس الحجة. فلما لم تنفعهم كذلك لن تنفعك هذه الحجة. وهذا يردده، هذه الحجة يرددها للأسف بعض الخرافيين اليوم، يرددها بصريح العبارة، يقول نحن لا نريد النفع والضر عندما نستغيث بالأموات من الأنبياء والأولياء، وإنما نريد أن يشفعوا لنا وأن يكونوا واسطة لنا بجاههم ونحو ذلك. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين هذا، ثم ذكر رحمه الله الأدلة على ذلك. وهذا كما تقدم بأن أهل السنة والجماعة لا يذكرون شيئا إلا ويذكرون الدليل عليه. فلو قال قائل للإمام محمد رحمه الله تعالى من أين لك أن هذه هي الحجة التي يحتج بها المشركون، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة على ذلك. فقال رحمه الله فدليل القربى قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأدلة ذكر الدليل الأول دليل القربة، وهو واضح جدا، يقول الله عز وجل مبينا حال هؤلاء والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه حجتهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أو في الآية الأخرى قال ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة على ذلك، ثم استطرد المؤلف رحمه الله تعالى فبين أنواع الشفاعة، فقال رحمه الله والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أقسام الشفاعة، وذلك
أنه جاء إثبات الشفاعة في مواضع كثيرة من الكتاب والسنة، وجاء نفيها في مواضع أخر، فأراد الإمام رحمه الله تعالى أن يبين ما الشفاعة التي أثبتتها النصوص وما الشفاعة التي جاء نفيها في النصوص، حتى يتضح الفرق بينهما. فأمثال الشفاعة المنفية ذكر المؤلف رحمه الله تعالى دليلا عليها، فقال: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فنفى الله عز وجل الشفاعة هنا. ما المراد بهذه الشفاعة المنفية؟ وكذلك الله عز وجل أثبت الشفاعة في مواضع أخرى، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى دليلا على ذلك، فقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا فيه إثبات الشفاعة بعد إذن الله تعالى. فالشفاعة على قسمين كما بينه المؤلف. القسم الأول الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله عز وجل في كتابه، وهي التي توفرت فيها شروط الشفاعة التي جاءت في الأدلة، وهي التي توفرت فيها شروط الشفاعة التي جاءت في الأدلة. ما هي شروط الشفاعة التي جاءت في الأدلة؟ هما شرطان. الشرط الأول إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، وهذا دل عليه قوله تعالى الذي ذكره المؤلف، قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني رضا الله عز وجل عن المشفوع له، والله عز وجل لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، أما أهل الشرك فلا يرضى عنهم. ودل على هذا الشرط قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وجاء الشرطان في آية واحدة في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، هذا الشرط الأول، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وهذا هو الشرط الثاني. فهذه هي الشفاعة المثبتة، إذا أذن الله عز وجل ورضي فهنا تكون الشفاعة مثبتة تنفع صاحبها. القسم الثاني الشفاعة المنفية، وهي ما اختل فيها شرط من الشروط السابقة. ومن الأمثلة على ذلك أن يكون مثلا المشفوع له من أهل الشرك، لا يكون ممن رضي الله عز وجل عمله، فيكون من أهل الشرك، فهذا لا تنفعه الشفاعة، كما قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهنا اختل شرط من الشروط. وبين المؤلف رحمه الله تعالى كذلك مثالا آخر، فقال في الشفاعة المنفية، قال: هي ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هي ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كمن يطلبون الشفاعة من الأموات في هذه الدنيا، من الأموات من الأولياء والصالحين والأنبياء. فهنا ما الذي اختل من شروط الشفاعة؟ الذي اختل أن طالب الشفاعة هنا أشرك بالله عز وجل، وطلب من هذا الميت ما لا يقدر عليه، فأخل بشرط الرضا، ولذا تكون الشفاعة في حقه منفية، حرم نفسه من الشفاعة. والخلاصة أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد، ولا تكون لمن أشرك بالله عز وجل. وبعض المتأخرين من المنتسبين إلى الإسلام يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، زاعمين أنهم يطلبون منه الشفاعة لغفران الذنوب
وستر العيوب ونحو ذلك، وفعلهم هذا شرك بالله عز وجل، لأنه تضمن إضافة أمر خاص بالله للنبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يسمع الأصوات على اختلاف الأماكن والأوقات هو الله عز وجل وحده لا شريك له، وليس هذا بقدرة مخلوق، مع ملاحظة ما سبق بيانه، وهو أن فعلهم هذا وأن حجتهم هذه هي نفس حجة وفعل كفار قريش، فكانوا يستغيثون بغير الله زاعمين أنهم يريدون الشفاعة فقط. والمؤلف رحمه الله تعالى بين في كلامه السابق الحكمة من الشفاعة، وهذا لقائل أو سائل أن يسأل لماذا أو ما الحكمة من الشفاعة؟ فبإمكان الله عز وجل وقدرته وفضله أن يغفر للمسيء دون أن يشفع له أحد، فيغفر له بفضله ورحمته. فلماذا وجدت الشفاعة وما الحكمة من الشفاعة؟ فقال المؤلف جوابا على ذلك قال: والشافع مكرم بالشفاعة، أي أن الحكمة من الشفاعة هي إظهار مكانة الشافع، هي إظهار مكانة الشافع عند الله عز وجل، فيكرمه الله عز وجل بأن يكون شافعا لغيره. هذه خلاصة القاعدة الثانية، أن حجة المشركين حين الوقوع في الشرك إذا عبدوا غير الله يقولون ما نريد منهم إلا الشفاعة والقربة فقط، يشفعوا لنا عند الله ويتوسطوا لنا عند الله عز وجل، لا نريد منهم نفعا ولا ضراء. ثم جاء المؤلف بالقاعدة الثالثة، قال رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. المراد من هذه القاعدة هي بيان أن من جعل شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك بالله عز وجل، سواء كان المعبود حجرا أو شجرا أو وليا أو نبيا أو غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين من يعبد الحجر وبين من يعبد الصالحين، وبين من يعبد الملائكة وبين من يعبد الأنبياء، بل النبي صلى الله عليه وسلم عدهم جميعا مشركين وكفارا. وفي هذه القاعدة رد على شبهة يرددها بعض المشركين المتأخرين، وهي أنهم يقولون إن كفار قريش
إنما كفروا لأنهم عبدوا الأشجار والأحجار، وجعلوا الأحجار والأشجار وسائط بينهم وبين الله، فلأنهم جعلوا حجرا هو الوسيط أشركوا. أما من يجعل الولي والنبي وسيطا بينه وبين الله فلا يكفر. فبين الإمام رحمه الله في هذه القاعدة أن الكفار الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعبدون الأشجار والأحجار فقط، بل كان منهم طائفة يعبدون الأشجار والأحجار، ولكن هناك طائفة يعبدون الأنبياء كمن يعبد عيسى عليه السلام، كانوا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يعبد الأولياء كما ذكر في الآية التي ذكرها رحمه الله، قال ودليل الصالحين قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذه الآية وجه الاستشهاد منها قد لا يظهر من أول وهلة، ووجه الاستشهاد منها هو أنه جاء في الحديث أن هذه الآية نزلت في نفر من الإنس كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجن وبقي هؤلاء الإنس في عبادتهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات فقال أولئك الذين يدعون، أي هؤلاء المدعوين يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هذه حالهم، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم صالحون، ومع صلاحهم إلا أنه وجد من يعبدهم من دون الله عز وجل، وهم لا يرضون طبعا بذلك. فهنا بين الإمام رحمه الله أن الكفار الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منهم من كان يعبد الأنبياء، منهم من كان يعبد الأولياء، منهم من كان يعبد الأشجار، منهم من كان يعبد الملائكة، منهم من كان يعبد الأحجار، وقد حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا بالكفر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه الله عز وجل أن كل من صرف وجعل عبادة لغير الله فهو كافر، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بين أحد منهم. والأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هي على نوعين. ذكر أولا النوع الأول وهو دليل عام على أن العبادة لا تكون إلا لله، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب، وهو قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فأمر الله عز وجل نبيه أن يقاتل الناس حتى تكون العبادة لله وحده. والنوع الثاني ذكر أدلة خاصة على أن الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منهم من كان يعبد الأنبياء، ومنهم من كان يعبد الأولياء، ومنهم من كان يعبد الملائكة والصالحين، ومنهم من يعبد الملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه قاتلهم دون تفريق بينهم، وحكم عليهم بالشرك دون تفريق بينهم استجابة لأمر الله عز وجل. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحديث وهو قول أبي واقد الليثي خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وهذا فيه فائدة عظيمة، وهي سرعة تأثر الناس بالشرك، فإذا كان بعض الصحابة وقع في ذلك فكيف بمن هو دونهم؟ لذا هذا يوجب علينا التحذير منه دائما والتخويف منه حتى يسلم الناس من شره وخطره. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة، فقال رحمه الله القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهذا فيه الإشارة إلى المراد من القواعد السابقة، وهي أن ما يفعله المشركون المتأخرون المنتسبون إلى الإسلام من عبادات لغير الله هي ذات ما كان يفعله المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن شبهة هؤلاء كشبهة أولئك،
بل أفاد الإمام المجدد هنا في هذه القاعدة أن المتأخرين المنتسبين إلى الإسلام أعظم وأغلظ شركا من المشركين الأوائل، وذلك من عدة أوجه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وجها واحدا، وذكر في غير هذا المتن أوجها أخرى. الوجه الذي ذكره هنا رحمه الله هو أن الأوائل كان عندهم نوع عقل، فكانوا يشركون في الرخاء، في حال الرخاء يشركون، لكن إذا جاءت الشدائد لا يستغيثون إلا بالله كما ذكر الله عز وجل عنهم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعلمون أنه لا ينجيهم من هذا الكرب الشديد إلا الله. أما المشركون المتأخرون فإنهم حتى عند الشدائد المدلهمة يستغيثون بغير الله، فإذا جاءهم كرب شديد قالوا يا رسول الله مدد مدد، أو يا حسين مدد مدد، أو غير ذلك، أو يا بدوي أو غير ذلك. فعند الكرب الشديد يلجؤون إلى غير الله، لا يلجؤون إلى الله لا في رخاء ولا في شدة. فمن هذا الوجه هم أشد وأغلظ شركا من المشركين الأولين. وسأذكر كذلك بعض الأوجه التي تبين أن المشركين المتأخرين أعظم وأغلظ شركا من الأوائل. فما سبق هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن المشركين الأوائل علموا معنى لا إله إلا الله، كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، لذلك رفضوا أن يقولوها لأنهم يعلمون أنها تناقض ما يفعلوه. أما وللأسف المشركون المتأخرون لا يعلمون معنى لا إله إلا الله، لذلك منهم من يقول لا إله إلا الله ثم يشرك بالله ويعبد غير الله. والعالم منهم كما ذكر الإمام محمد رحمه الله تعالى في كشف الشبهات، العالم من المتأخرين من يقول أن معناها لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. فإذا أراد أن يبين معنى لا إله إلا الله يفسر بهذا المعنى الذي يقر به أبو جهل وأبو لهب. فالمشركون الأوائل كانوا أعلم منهم بلا إله إلا الله. الوجه الثالث أن الأوائل كانوا لا يشركون بالفسقة والفجرة، فكانوا يعبدون إما شجرا لا حساب عليه، أو حجرا لا حساب عليه، أو يعبدون صالحا أو نبيا، لا يمكن أن يعبدوا فاسقا أو فاجرا. أما المشركون المتأخرون فللأسف يشركون حتى بالفسقة، بل يعدون فسقهم كرامة كما يفعل الخرافيون اليوم. يعني قد يأتي شيخهم بأنواع الفسق ويعدون فسقه كرامة، حتى جاء في بعض كرامات شيوخهم أن أحد شيوخهم خطب عاريا، يعدونها كرامة، مع أن هذا من أعظم الفسق ومن أعظم المجاهرة بالمعاصي. وكذلك في البدوي يوجد اليوم كثير من الناس يجعلون بعض العبادات ويستغيثون بالبدوي. البدوي هذا لا يعرف له سيرة، والذي جاء في سيرته أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال ولم يصلي، بال في المسجد ولم يصلي مع الناس، ومع ذلك يعبدونه من دون الله. فكان المشركون الأوائل أعقل من المشركين المتأخرين في هذا الجانب، أنهم ما كانوا يعبدون الفسقة. الوجه الرابع أن الأوائل كانوا يقرون بكثير من مسائل توحيد الربوبية، فيقرون أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. أما المشركون المتأخرون فيشركون حتى في الربوبية، فيوجد اليوم من الخرافيين من يعتقد أن الولي يخلق ولدا أو أنه يرزق ويملك الرزق، كما يعتقدون هذا في الأقطاب وغيره، نسأل الله السلامة والعافية. الوجه الخامس أن الأوائل لم ينقل عنهم إنكار الأسماء والصفات، إلا ما ذكر عن بعضهم في إنكار اسم الرحمن وأنكروه عنادا، وإلا قد جاء في أشعارهم إثبات هذا الاسم. وأما المتأخرون فيغلب على كثير منهم أنهم ينكرون أسماء الله عز وجل وصفاته، فكان الأوائل أخف من هذه الناحية ومن هذا الوجه. وبهذا ننتهي من قراءة والتعليق على متن القواعد الأربع. أسأل الله أن يجعل هذه الدروس حجة لنا يوم نلقاه، وأن يجعلها نافعة مباركة متقبلة،
وأن يجعلها خيرا لملقيها وسامعها. وفي الختام أعرض الأسئلة التي وعدت بها سابقا. وقبل عرض الأسئلة أحب أشيد بعمل بعض الإخوة الذين أرسلوا. أحد الطلاب أرسل من سريلانكا الأسئلة، يعني يحاول أن يكتب الأسئلة كل يوم ويكتب الجواب عليها ويرسلها لمشرف المجموعة، وهذا طبعا عمل طيب يثبت ما أخذه في الدرس. وطبعا كل له طريقته في تثبيت الدرس، ولكن أهم شيء أن الإنسان يبذل الجهد. فهذا الأخ مثلا بذل جهدا، وأنا طبعا أرسلت الصور للمشرفين على المجموعات حتى تطلعوا عليها جميعا. وكما ذكرت يعني كل له طريقة في المراجعة والاستذكار، ولكن أنا أشيد بالأخ أنه بذل جهدا في هذا فجزاه الله خيرا. كما أود أن أشكر جميع الإخوة من المشرفين والمشرفات، فلهم الفضل بعد الله عز وجل في نشر هذه الدروس والعناية بها. أسأل الله عز وجل أن لا يحرمهم الأجر، وأن يكتب لهم الأجر والمثوبة، وأن يجزيهم خيرا على ما يقدمونه، وأن يبارك في جهودهم، وأن يوفقهم لكل خير. السؤال الأول على درس اليوم. السؤال الأول: ما المراد بالقاعدة الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى مع ذكر الأدلة؟ السؤال الثاني: كم أقسام الشفاعة مع ذكر الأدلة وذكر الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله؟ السؤال الثالث: ما الحكمة من الشفاعة؟ السؤال الرابع: ما المراد بالقاعدة الثالثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى مع بيان شبهة المشركين المتعلقة بهذه القاعدة وكيف يرد بها عليهم، وكذلك مع ذكر الأدلة. السؤال الخامس: ما المراد بالقاعدة الرابعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى مع بيان الأوجه التي تبين أن المشركين المتأخرين أعظم شركا من المشركين الأوائل. وبهذا ننتهي من هذا المتن العظيم الذي ألفه الإمام المجدد رحمه الله تعالى، وأجزل له المثوبة، وجمعنا به في الفردوس الأعلى من جنته. وأذكر بما بدأت به، أن هذه المعلومات سهلة ويسيرة جدا، ولكنها تخفى على كثير من الناس اليوم، بل إنها تخفى على بعض من يدعي الفقه في الدين ومن يدعي التخصص في الشريعة من حملة الشهادات العليا من الدكاترة ونحوهم. يوجد منهم من تخفى عليه هذه المعلومات اليسيرة جدا. فهنا علينا أولا نشكر الله عز وجل أن من علينا بمعرفة صراطه المستقيم، ومن شكر الله عز وجل على هذه النعمة أن نعمل بما تعلمنا، نعمل بهذا التوحيد ونعلمه أولا أبناءنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وجيراننا وغيرهم ممن نستطيع أن نعلمه، وننشر هذا العلم الذي تعلمناه. أسأل الله أن يمن علينا بالثبات على دينه حتى نلقاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.